أعزائي المشاهدين، فترتنا الأولى النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الحول، هنتكلم عن أسبابه، هنتكلم عن أنواعه، هنتكلم عن الفرق بين علاج الحول عند الكبار والصغار، هنتكلم عن زي ما البعض بيقول يعني هل بعد ما بنجري عملية إصلاح الحول هل ممكن يعود مرة تانية، وبتبقى دي المشكلة اللي بتخليهم يترددوا إنهم يعني يفكروا في إنهم يعملوا جراحة أو يعملوا أي تدخل لإصلاح الحول. هنتكلم عن الحول عند الكبار، وبتبقى برضو يعني عند البعض بيقول إنها مشكلة تأثير الغدة الدرقية على الحول، ازدواجية الرؤية مصطلح بنسمعه كتير جدا جدا. برضو هنتكلم عن علاقته بالحول وكيفية العلاج، هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع. يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا في هذا اللقاء على الهواء مباشرة للرد على كل تساؤلاتكم الدكتورة هبة متولي، استشاري طب وجراحة العيون. أهلا وسهلا دكتورة هبة. اهلا بحضرتك. دكتور هبة، زي ما قلت في البداية هنتكلم عن موضوع الحول. احنا بنشوفه بصور مختلفة بأشكال مختلفة، سواء بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للكبار. في البداية عاوزين يعني نعرف ايه المقصود تعريف الحول يعني، وايه أسبابه كمان، يعني أسباب حدوثه ايه، وايه تأثيره كمان على الرؤية. هو مبدئيا الحول هو عدم اتزان حركة العضلات بين العينين، مم. بحيث ان المريض ما بيقدرش يستخدم العينتين في الرؤية. يعني في رؤية الجسم الواحد، يعني ما تمام. يقدرش مثلا هو يشوف حاجة واحدة بعينيه الاتنين، فبيضطر يركز يا اما على يعني العين السليمة ويتجاهل العين المصابة. ده في تمام. 90% او 80 يعني 85% من حالات الحول بيبقى ده الوضع. في جزء تاني يعني نوع تاني من الحول او جزء من انواع الحول بيبقى مصاحب معاه ان هو بيشوف بالعينتين. نتيجة الحول ده بيشوف بالعينتين الجسم الواحد مزدوج، بيحصل عنده ازدواجية الرؤية، او بيضطر نتيجة لوجود الحول ان هو يشوف بعين جسم، وبعين تانية يشوف اي جسم تاني، فالاجسام تبقى يعني عدم وضوح متركبة. رؤية، ما بيبقاش مرتاح في الرؤية. يعني مرتاح، ما هو يا اما هو هيستخدم عين واحده ويتجاهل العين، يا اما هيستخدم في الحالة دي بيشوف حالة واحدة، بيشوف حاجة واحدة. بيشوف حاجه واحده تمام. ويتجاهل العين اللي مش اللي هي جايبه صوره مهزوزة مش أو غير كويسه واضحة أو بالظبط كده. لكن وفي نوع من انواع الحول اقل شويه، ده بيكون شايف بعينيه الاتنين نفس الاوبجكت، نفس الجسم بيشوفه مزدوج. وفي نوع تاني برضو بيجي كتير، حتى ناس كتيرة قوي مثلا بعد حادثة، بعد وخصوصا يكونوا اللي هم الكبار، فيحصل له الحول نتيجة لشلل في العضلات مثلا، او لأي مشكلة في حجاج العين، فيبتدي يشوف بكل عين يشوف جسم، فيبتدي يشوف الحاجات متركبة على بعضها. يعني دايما يعني شكوى برضه عدم وضوح رؤية، يعني ما بيبقاش عدم في هي الرؤية ازدواجية الرؤية مش واضحة دي يعني. كلها انواع من انواع ازدواجية الرؤية. فهو مثلا يقول انا شايف مثلا أكرة الباب على مثلا على اللمبة مثلا، او شايف مش عارفة فلان واقف برضه ما على فيش فلان. رؤية، يعني ما فيش بالظبط، وضوح يعني رؤية. بالظبط بيبقى دي كلها يعني انواع من انواع ازدواجية الرؤية. ف طب ده خلينا نقول ببساطة. الحول عند الأطفال، هل بتبقى أسبابه يعني الحول عند الأطفال اللي بنقول بيظهر بعد سواء بعد الولادة مباشرة أو حتى مع اقتراب سن المدرسة، بعض الأسر تقول لك إنه الطفل ما يبص بعيد كده أو يبص بشكل ما بلاقي عينه يعني بتحدف زي ما بتقال، أو يعني عينه فيها حول. هل ده الأسباب هنا نفس الأسباب بتاعت الكبار ولا مختلفة خالص؟ هو يعني عشان بس طبعا الحول انواعه كتيرة جدا واسبابه كتيرة خالص، بس عشان نلخص يعني الموضوع، الحول هو يا اما حول مكتسب يا اما حول خلقي نتيجة لمشكلة، او يعني خلقي نتيجة لمشكلة لضعف في العضلات عادي، زي ما بنسميه ضعف حميد جدا في العضلات، يا اما حول مكتسب على حسب بقى النوع. الحول الانثي مثلا اللي هو الحول اللي هو بيبقى اتجاه داخل العين، ممكن الاقي انواع تظهر منه بعد 6 شهور او في خلال اول 6 شهور من العمر. وده نعتبره خلقي ولا مكتسب؟ ده خلقي. بعد 6 شهور يبقى خلقي برضه. لا انا مش لازم المولود بيه. انا قصدي الطفل اما هو حول ظهر في اول سنه، يعني في خلال اول سنه فبنعتبره كده مجازا بنسميه حول خلقي، اوكي، يا اما حول مكتسب بعد السن ده. كل نوع حول بقى ليه اسباب معينه وليه يعني خلينا نقول الاسباب اللي بيتولد بيها الطفل. يعني لما يتولد الطفل عنده حول، يبقى السبب انه الام لخبطت شويه في فتره الحمل، ولا سبب يعني خاص بالطفل نفسه؟ وبرضه نفس الكلام الاسباب التانية بقى لو كان مكتسب. هو في حول الاطفال احنا في 90% من حالات الحول ما بنبقاش عارفين سبب الحول ايه.
لان هو سبب الحول بيبقى ضعف في قدرته على استخدام العضلات العين مثلا الجهاز الحركي مع بعض. ايوه. ان هو مثلا سواء ان هو مش قادر يضم العينتين على بعض فيحصل له حول خارجي، او يكون عنده زياده في عمل العضلات الضامه فيبقى عنده حول داخلي انسي. تمام اوكي. ممكن بعض الاطفال بيبقى عندهم طول نظر زياده قوي عن اللزوم فبرضه بيعمل لهم حول انسي تكيفي. في واحد طفل مثلا مبيبقاش بيشوف بعين كويس خالص، بيبقى فيها مشكله مثلا، فيها مشكله في الشبكيه، فيها مشكله في ميه بيضاء او whatever، فده بيؤدي الى ان هو حول برضه بس حول خارجي او داخلي whatever على حسب هنا لازم يتبحث عن السبب وعلاج السبب علشان يتم اصلاح الحول، وبرضه لازم لان واضح ان الاسباب كتيره. بالظبط. ولازم نعرف اذا كان هو اصلا حول حقيقي ولا حول كاذب. يبقى ازاي اوصل ليه ازاي بقى؟ الفحص عند الطبيب، ولازم يكون حد متخصص في الحول، لان احنا ياما بنلحق ناس كتيره جدا بيكونوا داخلين يعملوا عمليه الحول وهم اصلا عندهم حول كاذب ومتشخصين على ان هم عندهم حول حقيقي. فدي مشكله كبيره، فلازم نتاكد دقه التشخيص. بالظبط، دقه التشخيص. هنقول ازاي دقه التشخيص دكتور هبه، ولكن معانا اول تليفون. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الدكتوره هبه، اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره هبه. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بنت ابني مولوده بقالها 6 ايام وفي عينيها الاثنين كل عين نقطه حمراء. هقفل واسمعك من التليفون. نقطه حمراء؟ طب فين مكانها فين؟ ريح النمل الاسود. يعني جنبه مش جواه؟ النمل الاسود من ناحيته جنب النمل الاسود في العين. يلا اوكي في افرازات يا حاج؟ نعم. في افرازات في العين؟ لا. هو بس النقطه الحمراء دي بس؟ النقطه الحمراء دي اللي هي عمرها 6 ايام بس. 6 ايام. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي. شكرا. ونقطه يعني ايوه اتفضلي. اللي هي نقطه في العينتين شبه بعض في نفس المكان؟ شبه بعض وفي نفس المكان. طيب لو سمحت يا دكتوره سؤال كده. اتفضلي. انا الدكتور قال لي في عينك ميه بيضاء بس قليله قوي. تمام. ملهاش علاج، هسمع بعد التليفون. يلا اوكي. حط بس السماعه دلوقتي واسمعيها من التلفزيون. ملهاش علاج تدوب؟ حاضر. العمليه. ماشي حاضر. شكرا ليكي جدا واسمعك في التلفزيون. ماشي شكرا جزيلا. اتفضلي. في الاول النقطه الحمراء. في الاول هو مفيش حاجه مثلا مرض هيجي في عين بنفس الشكل في نفس النقطه في نفس المكان، فغالبا ممكن يكون ده يعني حاجه يعني زي وحمه زي يعني، وبرده مش حسنه هتيجي في نفس العينتين في نفس المكان في نفس الشكل. طب تتفحص بقى يا دكتور؟ فهي بس محتاجه تتفحص، ممكن تكون بس عندها حمار او حاجه في ملتحمه العين، او يكون ساعات ناس كتيره من كتر ما هي مهتميه قوي بالطفل لما يجي بيفحصوه فتقعد تبص فيه كويس قوي، ممكن تشوف حاجه طبيعيه جدا عندها بس هي مش عارفه انها عندها. ايوه. فتتوقع تقولي لا ده في مثلا حد يجي يقولي ده انا فجاه ببص في المرايه لقيت عندي حاجه من جوه، اقول له طب ما انت لو بصيت في عينيكي تاني هتلاقي نفس الحاجه برضه موجود. بيبقى نورمال ستراكشر يعني ده تركيب من تركيب العين. فانا اعتقد ان ده هو ممكن يكون حاجه، بس عشان حسم امرها يجب تبقى يعني وعند طبيب متخصص في الاطفال. لازم تبقى اطفال طبيب حديث الولاده. بالظبط. طب خلينا نرجع لموضوع الحول ونقول في حضرتك قلت لي حول ظاهري او حول حقيقي. خلينا نقول انا احسن يعني حضرتك تحسمي امرك ازاي طالما انه قد تصل في بعض الحاجات الخطا التشخيص الخطا الى انه الانسان يدخل هيعمل عمليه اصلاح حول وما عندوش اصلا اصلاح حاجه يعني ما عندوش احنا بنقول لازم يكون اللي بيشخص بس نتاكد ان هو حد متخصص مش اكتر يعني، لكن طبعا مش اي حد هيدخل طب ايه وسائل العمليه اذا كان هو تمام. ايه وسائل التشخيص الحقيقي والحاد بقى؟ في العياده فحص الطبيب للحول، فحص الطبيب المتخصص للحول هو بيبقى عارف ان هو ده نوع من حول يستحق ان احنا نجري ليه جراحه لاصلاحه. رغم انه الاثنين ظاهرين انا يعني انسان غير متخصص ما ببص لحد عنده حول. بالظبط. يعني هو ناس كتير جدا بتدخل يقولوا انا عندي حول وانا لازم اعمله ومصرين، وانا بقول لهم لا ده حول كاذب. انت رسمه عينيك كده، انت شكل عينيك كده، ملوش بقى عمليات لان مفيش مرض اصلا، يعني اصلا مفيش مرض عشان اعالجه. هو بيكون شكله كده. طب وهنا مالوش علاج؟ لا. هو متضايق منه
ما للاسف مش يعني انا دلوقتي لو انا جيت اصلح حد اوريدي الجهاز الحركي بتاعه مظبط تمام وما عندوش حاجه، ما عندوش امراض، هيحصل خلل في الجهاز الحركي، فعشان للعين، فعشان كده انا دايما اقول لهم لا. ما وخلينا نقول انه في بعض الناس اللي بيبقى عندهم الحول ده او الحور اللي زي ما بيقولوا بعض الناس هم بيسموه هم بيسموه بيبقى حول. لطيف ويبقى شكله كويس يعني مقبول يعني مش بدرجه عنيفه يعني. ده بنقول معانا تليفون يا دكتور. الو. ايوه اتفضل. معاك الدكتوره هبه، اتفضل اسال، اتفضل. عليكم السلام. اهلا وسهلا، اتفضل يا باشمهندس. هل تأثير الغدة الدرقية ليها تأثير على النظر؟ تمام حاضر ماشي، شكرا جزيلا. سؤال في المقرر هو يعني الغدة الدرقية ده موضوع مهم جدا. الغدة الدرقية ممكن تأثر على العين بكذا طريقة، أول حاجة وأشهر حاجة طبعا، خلينا نقول هنا الغدة الدرقية نشاط وخمول ولا نشاط فقط؟ اللي أكتر بيأثر النشاط، ولكن بعض الأحيان الخمول برضو بيجي معاه حاجات مصاحبة، تغيرات مصاحبة في العين، لأن هو في الآخر كله على بعض يعني في الآخر المرض ده مرض مناعي. فهي الفكرة إن هو الأجسام المضادة دي برضو بتهاجم الأنسجة بتاعة العين سواء في النشاط وفي أوقات يعني في أحيانا بسيطة في الخمول. الغدة الدرقية ممكن تعمل جحوظ في العين، طبعا دي اول حاجه ودي اكتر حاجه بتضايق المريض. الجحوظ الجامد قوي، التهابات الانسجه بتاعه الحجاج، وعلى طول حمار ودموع وما شابه، التهابات يعني والتهابات وكده. تاني حاجه ممكن تعمل حول، نسبه من نسبه الحول او الرؤيه وبتعمل جحوظ ما انا بقول حضرتك الجحوظ ده يعني اكتر حاجه بتضايق العيانين واخطر حاجه على العين. احنا ما نسيبش برضو ان في الجحوظ ده ونقول لا خلاص لازم نستشير طبيب العيون، لان انا لازم اتاكد الالتهابات دي او الجحوظ، الالتهابات في الحجاج هل عامله ضغط على العصب البصري، هل الجحوظ ده ايه اخباره، هل مخلي العين ما يقدرش يقفل عينيه، فالقرنيه على طول تبقى معرضه للجفاف والتقرحات بقى والتغيرات في القرنيه، وهكذا. هل هو ضغط العين اخباره ايه، لازم الغده الدرقيه لازم نقيس معاها ضغط العين لان بيترفع معاها ضغط العين وده خطير ده. بالظبط. طب عايز اقول حاجه يا دكتور، بعلاج الغده الدرقيه تنتهي المشاكل دي كلها ولا هحتاج اعالج مضاعفات؟ احنا لازم الاول خالص يعني لما يكون في اي مشاكل في العين لازم الاول نبدا ان احنا نعالج الغدة الدرقية نفسها، يعني نظبط الهرمونات والدنيا تستقر تماما لمدة يعني 4 شهور أو 6 شهور، وبعد كده نبتدي نشوف بقى ايه المضاعفات ونعالج. في حد الجحوظ ما بيصلحش إلا يعني في حد مجرد ان هو يظبط العين ترجع تاني لطبيعتها برضه بياخدوا نسبة كورتيزون وحاجات كده فبتقل الدنيا الجحوظ شوية. في حد لا لازم يتعرض للجراحات في الحجاج علشان يقلل الجحوظ ده. وبعد كده هو برضو لو مثلا في اي ازدواجيه في الرؤيه او في اي مشكله في عضلات العين نتيجه للغده الدرقيه برضو بتحتاج علاج، بنعمل لها برضو عمليات. لكن الخمول بقى سريعا بيأثر ازاي بقى في العين؟ خمول الغده الدرقيه، خمول الغده الدرقيه ده مرض مناعي برضو زي النشاط، فبرضو بيبقى فيه اجسام مضاده برضو بتهاجم الانسجه بتاعه الحجاج وبتعمل التهابات وكل التغيرات اللي ممكن يعملها النشاط احيانا. إذا بعلاج نشاط الغدة أو خمول الغدة، وثانيا متابعة المضاعفات. حاول طبعا. هل يعني أما يكون الحول عند الأطفال هل ممكن يبقى دليل على ضعف إبصار، دليل على كسل عنده، دليل على مشكلة وبإصلاحها بنضارة أو ينتهي أمره، ولا برضه لابد من تدخل وسرعة التدخل وهكذا جراحيا بقى لضبط الأمور؟ دلوقتي مفيش حول أبدا في طفل حقيقي ينفع إن هو يتساب، انا لازم اعالجه طالما ظهر، لازم اروح لازم اي حول يتعالج، ما ينفعش اي نوع من انواع الحول وفي اي توقيت، بمعنى انه حديث الولاده او كذا او كذا. بالظبط. تمام. في كل يعني على حسب بقى نوع العلاج، في حول هيتعالج بنضاره بس، وفي حول هيتعالج بعمليه فقط، عمليه جراحيه فقط، وفي حول هيحتاج الاثنين، النضاره وعمليه جراحيه الاثنين مع بعض. يبقى ان انا اقول الحول ده استنى اصل الدكتور قال لي الحول ده مش هيتعمل الا عند سن 18 سنه، ده غلط. اصل الحول ده ما يتعملش الا عند 6 سنين، ايوه بالنسبه غلط. انا لو ابني
حتى الدكتور رحت يعني عنده حول، ورحت للدكتور وقال لي لا سيبيه كده لغايه سنه 6 سنين، انا المفروض اخد راي اكتر من الدكتور، مش المفروض ان انا اروح البيت اقعد وانا مش عارف منتظر ل6 سنين. في انواع بنتاخر فيها، يعني في أيوة. انواع انا معاهم بتاخر فيها، بس انا بتاخر فيها بس بشوف كل 3 شهور. لازم يبقى الطفل فحص دوري كل 3 شهور بالظبط، لان هو لازم الحول يبقى يعني يبقى متابع كويس قوي، عشان لو الحول بقى موجود طول الوقت او لو الولد ده عنده حول طول الوقت ما ينفعش، ده ممكن يؤدي الى كسل. أيوة. يؤدي الى ضعف في الابصار. ده كنت عاوز اقول ايه مضاعفات ان انا اهمل في العلاج او اخر العلاج. بالظبط، الكسل ده لا يسترد. لما الاطفال بيكبروا شويه بعد سن 12 سنه بيبقى علاج الكسل صعب جدا. ايوه علينا، فعشان كده لازم اي حول لازم يتفحص ويبدا العلاج. الدكتور قال حتى عند سن مثلا 5 سنين في بعض الاحوال لازم على طول يبقى فيه علاقه مستديمه مع الدكتور كل 3 شهور يتابع. ايه الحالات اللي هي بيتعالج فيها بتاخد حضرتك قرار انه اجل العلاج شويه لسن 5 سنين او 6 سنين؟ معانا تليفون تاني دكتور. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مساء حضرتك وعلى دكتور. الله يخليك، اتفضل. والله لو عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل اتفضل. السؤال الاول، هل يمكن اجراء عمليه الحول عند اي سنه عمريه حتى تمام. لو كان بقى فوق ال40 مثلا؟ تمام. وخاصه في الحول اللي هو الطبيعي اللي بتولد بيه. تمام. السؤال الثاني، لو حد او عندي الولد كان عمل حادثه في العصب السادس، اتأثر بالحادثة. تمام. فنتج عنه انحراف في العين طبعا. هي يعني ربما يكون جت شوية بسيطة، بس هل هي هتيجي ان شاء الله طبيعي ولا لابد عملية جراحية؟ ولو كان في عملية هل هي سهلة وناجحة ان شاء الله والعين بتبقى شكلها عادي خالص؟ تمام. لكن الحادثة دي بقالها قد ايه؟ الحادثة بقالها كام سنة؟ بقالها سنة بالظبط دلوقتي. هي مأثرة على ابصاره؟ لا، الرؤية كرؤية، رؤية العين، حالة العين عصب سادس، عامله له ضعف في العصب السادس، مظبوط. حالة العين كويسة. اوكي. لكن المنظر العام بس اللي هو الحول بقى هو اللي حاضر هنقول لحضرتك ونطمنك. شكرا جزيلا والف سلام. شكرا. اتفضل دكتور. الحول في اي سن ممكن يتعمل تصلح؟ هو يعني دايما بقول ان كل المرضى it's never too late، يعني لم يعد الوقت متأخر مطلقا. يعني حضرتك تقدر تصلح الحول في اي سن، حتى لو سن 60 سنه، حتى لو سن 70 سنه. تمام. وعندنا ناس كتيره بيجوا يصلحوا الحول لان هو يعني شايف ان هو خلاص يعني مش عايز يعيش بالحول ده اكتر من كده. لاي اسباب اجتماعيه. تمام. هنا اصلاح الحول يبقى وظيفي ولا يبقى تجميلي؟ ده اللي انا بقول، بس هي المشكله في تاخر علاج الحول ان حضرتك وظيفه بتاعت العين دي بتقل شويه. يعني مثلا بيحصل فيها كسل، فالعين دي بتضعف، بتبقى ضعيفه الابصار، يعني الابصار بتاعها مش زي العين السليمه اللي حضرتك مركز بيها. فبالنسبه للمظهر او الشكل حضرتك هتاخد شكل اللي حضرتك عايزه تماما. تقدر تصلح الحول في اي سن واي نوع حول، ولكن العين اللي هي مهمله من سن من الصغر وفيها حول يعني ولم يتم علاجها بالشكل الصحيح، فهيكون النظر فيها ضعيف. النظر لا يسترد، لكن الحول يتصلح في اي في اي وقت. خلاص. كمان برضو يعني هو دايما كل حد يجي يصلح الحول، حتى بلاقي بنات كتير جدا ماشيين في الشارع عندهم حول، فانا بقول لهم على فكره انت يعني الحول ده مضايقك، احنا ممكن نصلحه او كده. وخلي بالك وروحي لدكتور العيون يعني وهيصلح لك الحول وكده. فتقول لا انا رحت لدكتور العيون وقال لي ان انا هشوف الدنيا مزدوجه او هشوف الرؤيه مزدوجه بعد اصلاح الحول. اوكي. احنا عندنا يعني 90% من حالات الحول اللي احنا بنصلحها ما بيشوفش فيها رؤية مزدوجة بعد الجراحة ابدا، ولكن نسبة بسيطة قوي ممكن نشوف فيهم رؤية مزدوجة، ولكن حتى لو شاف رؤية مزدوجة بعد الجراحة بتبقى مؤقتة لمدة 2-3 وبعد كده يرجع تاني يشوف سلامة. نادر وفي مناظر ان هو يبقى حالة ممكن يشوف رؤية مزدوجة بعد العملية دي، حاجة نادرة جدا جدا جدا. يعني ممكن نقول واحد يعني ويبقى غلط في الجراحة ولا ده طبيعة الامر؟ ممكن خطأ في الجراحة ان هو يشوف صورة مزدوجة ولا لا مش خطأ في الجراحة، ولكن في يعني حالات نادرة جدا جدا بيشوفوا الرؤية مزدوجة بعد العملية، ومعظمهم يعني إذا كل حالات الحول يمكن إصلاحها سواء في أي توقيت أو بأي شكل. بالظبط. كل حالات الحول. هو بيسأل سؤال تاني. الجراحة نفسها آمنة، هو بيقول الجراحة آمنة ولا لأ؟ أيوة. جراحات الحول من الجراحات
الامنه جدا جدا جدا، لانها اصلا بتجرى خارج العين، يعني ما بندخلش خالص جوه كوره العين، بنعملها على سطح العين من بره. كمان اعراضها الجانبيه تقريبا انا دايما بقول لهم يا جماعه ملهاش اي اعراض جانبيه، ملهاش اي تاثير على نظر العين ولا على قاع العين ولا على الشبكيه. والعين بتتحرك عادي يا دكتوره بعدها، ما دام هو بيعملها عند حد متخصص. انا قصدي يعني هو العين انا صلحت انا الحول، هل بالعين بتتحرك عادي ولا بيبقى فيها برضو بشوف حاجه كده مش مظبوطه في العين، العينتين يعني؟ احنا بس انا يعني لا، المفروض ان حضرتك العمليه الناجحه ان الحول بيروح بيتصلح تماما يعني. تمام. بس انا عايز بس اللي انا اقوله برضو، ناس كتيره بيقول طب انا هعمل حول ده، اصل الناس قالت لي ان هو هيرجع تاني. بالظبط. اوكي، ده سؤال. احنا مفيش حاجه اسمها هيرجع تاني، بس في حاجه اسمها احتمال نحتاج خطوه تانية مكمله في المستقبل. يعني مثلا انا دخلت العيان عملت له عضلتين، بعد كده في المستقبل ممكن اقول له انا محتاجه عضله كمان. دايما كمان بقول لكل العيانين بتوعي بعد كام سنه؟ لا يعني على حسب، يعني حسب ممكن تحصل بواقي. دايما بقول للعيان مثلا النسبه قد ايه، يعني مثلا لو عملت 100 عيان عنده حول، 90 عيان من 100 هيروحوا خلاص، مش هيحتاجوا اي خطوات مكمله، هيتصلحوا تماما، و10 بس عيانين هيحتاجوا خطوه تانية مكمله في الاستقبال. يعني هتكمل اللي انت بدأته، بس لازم طبعا هتستفيد من الخطوه الاولى، يعني لازم الخطوه الاولى تحسنك شويه نبني عليه. فبيبقى النسبه بالظبط يعني من 100 عيان 90 عيان ما بيحتاجوش، و10 عيانين بيحتاجوا. طب نشوف خطوه مكمله. التليفون ونكمل يا دكتور حاجه. خلينا نقول، هل للحول لعمليات اصلاح الحول خطوره ما، يعني بتؤثر على المدى البعيد؟ اللي هو التليفون اللي قبل الاخير. ايوه. ان هو ابنه عنده ضعف العصب السادس. بالظبط كده. طبعا هو لا يقدر يعمل عمليه ان شاء الله جراحيه تحسن الشكل. هو بقى في السن الصغير ده تحسن الشكل الحول. هو العصب السادس بيعمل ايه في العين يا دكتور؟ وتحسن الوظيفه. هو بيعمل حول داخلي. العصب السادس بيعمل حول داخلي ناحيه الانف او حول انفي. ده بيقدر ان هو يحسن، لازم يعمل العمليه لان هو لازم يحسن شكله اولا، وثانيا يحسن وظيفة العين. العين اللي برضو اللي هي المنحرفة دي ممكن يحصل لها كسر ويحصل لها ضعف في الإبصار على المدى البعيد. بالظبط. بالنسبة للأمان، حضرتك سألت سؤال الأمان لعملية الحول بالظبط، يعني هل هي تمثل أي خطورة ما بعد ما تصلح؟ زي ما حضرتك بتقابلي بعض البنات فبيتقال لهم، فهم بيقولوا لك نفس الكلام، ان انا ممكن اشوف ازدواجية رؤية بعدين، ممكن اشوف. هل يعني بيصلح بدون تأثير على سلامة الإبصار على المدى البعيد ولا قد يحدث؟ لا، عملية الحول ملهاش أي أثر على النظر. يعني مش ممكن حد مثلا يفقد الابصار عشان بيعمل عمليه حول، الا هو بقى انا بعملها عند حد فعلا متخصص خالص في التعامل مع عضلات متخصص عظام اسنان يعني لكن يعني ان شاء الله يعني امنه بنسبه كبيره جدا جدا جدا. مش ممكن حد يعني زي ما انا بقول دايما الخطوه الاولى العيان بيستفيد منها، حتى لو احتاج بعد كده خطوه مكمله. احنا قلنا 10% بس من العيانين هم بيحتاجوا خطوه مكمله للحول. ودي بعد كام يا دكتوره؟ فترة كام ممكن حضرتك تلاحظ ان هو محتاج؟ ممكن حالة يعني ممكن حد يجي ممكن بعد شهرين 3 وممكن بعد كذا سنة يعني على حسب. تمام. بس دايما الخطوة التانية بتبقى سهلة جدا أحسن من الخطوة الأولانية. يعني دايما كمان الأطفال ممكن يحصل لهم توابع في الحول ما كانتش موجودة عند أول جلسة احنا عملنا فيها الحول الأولية، ممكن بعد كده ايه التوابع؟ يحصل له يعني مثلا حد عنده مشكلة في العضلات العرضية نصلحها، بعد كده في المستقبل يحصل له مشكلة في العضلات المائلة ملهاش سبب، تبقى زي متلازمة كده بتبقى عند بعض الأطفال في بعض أنواع الحول، يحصل له مشكلة في العضلات المائلة فنبتدي نصلحها. بس زي ما قلنا هي النسبة بالظبط، لو أنا عملت ل100 مريض عملية حول 90% مش هيحتاجوا خطوة مكملة، و10 مرضى مرضى من 100 هيحتاجوا خطوة مكملة. خلينا نقول يمكن دي بنسمعها في بعض الأسر اللي أطفالها بتخرج شوية أو حاجة فبتعمل حول بعينيها. يعني هل ده بيتقالوا لا اوعى تعمل كده ثاني، عينك هتثبت على كده ما ينفعش؟ هل ده ولا ملوش صله خالص؟ لا ملوش صله. طيب لو اتخبط لا قدر الله طفل وقع على دماغه او هل مفترض ان انا يعني هم دايما بيقولوا لنا انه فيما يخص مخ العصب بقى لو فقد الوعي لو حصل، هل ابحث برضو عن يعني انه قد يحدث حول ما او غيره زي ما قال الاخ انه بعد حادثه حصل له؟ ما هو يعني اي هيد تروما او اي خبطه في على الراس على الراس ممكن تعمل مشكله في الاعصاب اللي بتغذي العضلات او الجهاز الحركي بتاع العين، فيحصل عن نتيجه يعني زي شلل في احد الاعصاب، ويحصل يعني
كنتيجة لكده حول. يعني كل بقى عصب ممكن يؤدي الى نوع من الحول. في حاجة تؤدي حول رأسي، نوع عصب تاني يؤدي الى حول بالعرض وهكذا. هل في علاقة ما بين سقوط الجفن وما بين ان انا اشتكي من حول؟ يعني قد يكون انه اصلاح سقوط الجفن هو اللي يؤدي الى ان انا ما يبانش ان انا عندي حول، ولا ده ملوش صله خالص؟ هو السؤال ممكن ناخده رايح وممكن ناخده جاي بقى. هو الجفن ممكن يؤدي الى، ممكن لو حد عنده شويه سقوط في الجفن يعني ممكن يحسس اللي بيشوفه ان هو عنده حول كاذب. اوكي تمام. فممكن يصلح، بس ده الشخص ده ما عندوش اي نوع من انواع الحول، هو بس عنده سقوط. هو هنا كاذب يا دكتوره بمعنى انا الاخرين شايفيني كده ولا ايه؟ يعني بالظبط قد يبدو، يعني قد يبدو ما عنديش اي مشكله في الجهاز الحركي بتاع العين. يعني الجفن نفسه يعني في سقوط في الجفن بسيط، نصلح الجفن ومفيش اي مشكله خالص. تمام. وما عندوش اي مشكله في الجهاز الحركي. ولكن بقى الحول اللي مصاحب لسقوط في الجفن خلاص، المفروض ان احنا يعني في انواع من الحول بتبقى سقوط الجفن نتيجه للحول، وفي انواع منها بتبقى سقوط الجفن والحول نتيجه لمشكله في الاعصاب وهكذا. لازم الاول بنصلح الحول الاول، لانه ممكن اصلاح الحول يؤدي الى يعني ان سقوط الجفن ده يكون بس كنتيجه للحول ويتصلح لوحده بعد عمليه اصلاح الحول. وممكن حالات طبعا بس يعني وممكن حالات طبعا يفضل سقوط الجفن بعد اصلاح الحول، ولكن دايما لازم نبدا الاول باصلاح الحول، لان ممكن يكون الحول نفسه سقوط الجفن نتيجه اللي كانت مشكله الحول اللي عند المريض. تمام. فالجفن لو ادى الى حول، سقوط الجفن لو ادى الى حول هيبقى يمكن شكله اللي هو حول كاذب، لكن الحول الحقيقي اللي معاه سقوط في الجفن فعلا ممكن يبقى سقوط الجفن نتيجه للحول، ونصلح الحول الاول وبعد كده عمليه الجفن. عودتونا في طب وجراحه العيون انه في طفرات مذهله، يعني في كل، سواء في تصحيح بالابصار او غيره. هل في جديد، يعني في اساليب جديده امنه او اساليب بتوفر في الوقت او مضاعفات او غيره فيما يخص اصلاح الحول، ولا بتجرى بشكل تقليدي؟ يعني التغيرات في عمليه اصلاح الحول كلها يعني تغيرات، يعني المريض مش هيحس بالفرق بينها. ممكن يحس الطبيب بيعمل تقنيه معينه، التاني بيعمل تقنيه معينة، مش هتفرق معايا. كلها من الاخر جراحه بسيطه قصدها العين من بره. يعني مفيش حول مثلا بالليزر، مفيش زي ما هو شائع بين الناس وهكذا، ان احنا نبتدي مثلا نعمل عمليه حول ما تبانش خالص، انها تبقى الفتحات بسيطه تحت الجفن، فالعيان ما يحسش بعد العمليه، يبقى فاتح عينه بعد العمليه ومبسوط وبيتفرج على التلفزيون. ويعني زي ما بنقول الايه، يعني الريهابيليتيشن بعد العمليات بيبقى بقى اسرع، عشان احنا بقينا نحسن تقنيات الجراحه. لكن كلها اولا واخيرا امر خاص بالطبيب مش بالمريض نفسه. التقدم بقى في التقدم في تقنيات اكتشاف الحول وتصحيح الحول، وثقافة الدكاترة ان هم بقى عندهم ثقافة اكتر في مجال الحول اكتر من زمان. بالظبط. وهكذا، وان احنا نكون عارفين كل عيان يتعملوا ايه، وكمان كل عيان يوصل نتيجة مرضية بالنسبة له اسرع من الاول. بالظبط. ويمكن افضل اعتقد انه التعامل مع الحول الان بشكل جيد لما الناس عرفت انه باصلاحه مش هيرجع تاني، مش ملوش مشاكل ازدواج رؤية، بيؤدي لنتيجة طيبة. هو ده الاهم كان، لان الناس كانت بتكسل ان هو مش هعمل، طب هترجع لي تاني وهتشوف لي هتعمل لي مشكلة، فانا ابعد اصلا. مشكلة الحول الشائعات الكتيرة جدا 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 الخاطئة الموجودة في احنا صححنا عموما في بلدنا صححنا اللي قدرنا لكن هو محتاج اوقات تانية. عموما دكتورة هبة بشكرك جدا جدا على وقتك وعلى تشريفك لنا، وان شاء الله نتقابل في حلقات قادمة ان شاء الله. شكرا دكتور.